يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى تعالوا نعمل اكله سهله وبسيطه كده. اكيد منكم عملها قبل كده، واكيد لسه يعني في ناس ما شافتهاش ولا تعرف. انا عن نفسي عملتها كتير يعني، وعملتها في القناه كتير، بس يعني ايه، يعني انا بحب يعني ايه اديكوا يومي ماشي ازاي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. طبعا احنا كان معانا فرخة متقطعة ومنقوعة. طبعا انا نقعاها في ملح وفي دقيق وسنة جنزبيل وعصرة ليمون عشان الزفارة. انت لو عايزة تحطي خل تمام، بس تكون ايه هتعمليها على طول، ما تسيبهاش يعني ايه فترة طويلة في قلب الخل ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا بطعم الاكلة بتاعتي، بحط معلقة سمنة ايا كان بقى اي نوع عندك. تمام. هنا طبعا سامحوني كان التصوير مش واضح، طبعا كان ابني هو اللي بيصور ومش عارف كان بيصور من انهي اتجاه بالظبط والله. فالمهم ما تركزوش مع ابني. فطبعا اكيد كلكم عارفين الاكله دي سهله وبسيطه والله، بتبقى طعمه قوي احلى ما بتعملي الفراخ مسلوقه وبعدين تشيليها من الشوربه وتحطي لها فيجيتار وتقلي وتهدري في الزيت. لا يا بصي، هي دي اكله الفراخ في الحله واحده. بس كل حاجه بتحطيها فيها، اي نوع من الخضار بتحبيه تضيفيه. واحلى حاجه الخضار عشان بيقوي المناعه عند الاطفال. مش عارفه والله ابني ده كان بيصور ايه. تمام. انا حطيت هنا معلقه سمنه مع شويه زيت، وطبعا بحط الفراخ بديها صدمه. والبهارات بتاعتنا بقى بهارات الفراخ وملح وفلفل اسمر ودجاج وكل البهارات اللي انت بتحبيها. ماشي. طبعا عندي خضار، اي خضار بتحبي بقى، عندي جزر، كرفس، فلفل الوان، طماطم، بصل، كل نوع بتحبي حطيه. طبعا الاكله دي ما بتقولش لا. يعني لو هتحطي خضار، لو عايزه تحطي بطاطس حطي، بس تحطيها امتى بقى؟ يعني قبل ما الفراخ تستوي، عشان لا انت لو حطيتها دلوقتي الفراخ بتاخد وقت في التسويه. تمام. فيعني الخضار اللي تحس ان هو بيستوي على طول تحطيه في الاخر. طبعا هنا كنت غاسله الفلفل والطماطم والبصل. طبعا انا مش هحط حاجه الا الثلاث انواع دول بس. عندك رشه بقدونس حطيها، بتدي تست عالي قوي والله، بتدي طعم خيال، او كزبره، لكن شبت لا. تمام. طبعا الفرخه اللي انا مطلعتها دي كانت في الفريزر. طبعا انا كنت دبحاها ومنضفاها، ويعني يا دوبك طلعتها نقعتها في ميه وفي ملح وفي دي زي ما انا قلت لكم. والله احنا احترنا في الاكل ده كل يوم، يعني الواحد يعني تاني يوم يعني بكون لسه محضره الغدا بتاع النهارده اهو، وافكر بقعد اقول يا ترى هنعمل ايه بكره، يا ترى هنعمل ايه بكره. والله الواحد بيبقى محتار حيره ما يعلم بها الا ربنا. فاكيد كلكم زي كده يعني مش انا لوحدي. ودينا طبعا انا زيكم والله، باخد فكره من واحده صاحبتي، واحدة قريبتي كده، يعني اي حد بيعمل وصف حتى لو على اليوتيوب، بخش على اليوتيوب بشوف وصفات سهلة وبسيطة وتكون اقتصادية كده ومش مكلفة. هنعمل ايه؟ والله الواحد خلاص زهق، مش عايزين نعمل الاكل اللي هو التقليدي ده. في اكل طالع جديد يعني واقتصادي وجميل اوي والله العظيم. يعني ان شاء الله هجربها الاول مع نفسي، لو الوصفة لقيتها حلوة هقول لكم اعملوها وان شاء الله ايه. طبعا انا بكون يعني عندي مصداقية جامدة، عشان طبعا الناس اللي هتجرب الوصفة دي طبعا يعني لو طلعت وحشة هقولكم، طلعت حلوة هقولكم. طبعا عشان انتوا عارفين الحاجة مكلفة، فحرام لما نهدر يعني نجيب حاجات وتطلع في الاخر وحشة وتترمي. ومفيش حاجة بتترمي، بس لازما يعني اجربها فيها انا الاول وبعد كده اقولكم. طبعا هنا انا اديت الفراخ صدمة، يعني تديها صدمة بلون، اللون الذهبي. طبعا انا لسه ما جابتش اللون دوت، بس انا ايه بحاول اقلبها كده على الجنبين. تمام. وترش البهارات هنا وهنا. طبعا انا كنت حاطه البهارات بزياده، بس كده كل حاجه فيها، يعني مش هنحط ملح تاني. انت طبعا بتبقى عارفه المقدار بتاع الملح يا ست الكل، اوعي تزودي في الملح اهم حاجه. طبعا بما اننا هنحط دجاج ما تزوديش في الملح، خلي الملح يعني ايه حدقه كده زي حدق رز ما بتعمليه. طبعا انا بحط هنا الطماطم، طبعا اخرط تاني واحط، ما تقلقوش يعني ما تقلقوش، بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. وبصراحه ابني مضايقني في تصويره والله، مش عارفه اعمل له ايه ابني ده. عماله اقول له يا ابني صور عدل، انت جايب ايه؟ والله ما عارفه هو بيصور ايه. ما علينا يعني. سامحوني بقى معلش، عدالي الفيديو ده، وان شاء الله التصوير الجاي هيبقى
يعني تصوير هادي ورايق كده وثابت. معلش هعمل ايه والله. انا على قد ما بقدر يعني لو في مقطع بعرف اصوره مع نفسي بصور، لان طبعا ده يعني ابني مش كبير يعني للدرجة ان هو يعني يعرف يصور ويظبط الدنيا كده. بصوا بقى انا هنا نزلت بالبصل، بص كل الخضار اللي انت بتحبيه حطيه، بس الخضار اللي يستحمل. اما الخضار اللي تحس ان هو يتهري منك فبلاش. طبعا بقولوا بقى البرطمان الجميل ده ها فيه ايه. سامحوني انا مش عارفه انتوا هتسامحوني على ايه ولا على ايه، معلش الاصوات فظيعه بقولكوش. المهم العلبه الجميله دي فيها ايه؟ فيها رز ايه يا ام رودي؟ رز بسمتي. طب هو لونه عامل كده ليه؟ والله ما عارفه. هو انا جوزي كان هناك فواحد يعني اداله حوالي 5 كيلو كده، فالمهم جابهم وبنعمل منه، بس هو بسمتي والله يعني مش رز ابيض. فانا قلت الاكله دي اللي هي الفراخ بالخضار دي لازمها شويه رز بسمتي، بلا طبيخ بقى، بلا وجع قلب بقى، بلا هد حيل. كده كده الطماطم اصلا مجنونه، يوم في الطالع يوم في النازل، يوم ما نلاقيهاش يوم نلاقيها مفعصه. الواحد زي والله العظيم. فالمهم قلت انا اعمل شويه رز بسمتي كده بالخضار برضو وحلو قوي يعني. ما اقولكوش بقى بصراحه والله كانت الاكله واو واو فظيعه وسهله وبسيطه كده كده. انتوا عارفين ان الصيف ما بنحبش. ثواني اقف البلكونه احسن، حاسه ان انا قاعده في الشارع والله عشان يعني الصيف ما بيحبش الجو اللي هو الاكلات الحراقه، الاكلات اللي بتخليكي تعرقي، لا الكلام ده في الشتاء. طبعا انا هنا بتبل البصلايه بمعلقه سمنه برده، وبنزل على بهارات الرز البسمتي طبعا بعد ما غسلته ونقعته حبه حلوين كده. وهنا طبعا بقلب بقى، طبعا انتوا كلكم شطار واساتذه وكل حاجه حلوه فيكم، بس يعني انا كذا مره اقول لكم عشان محدش يتنمر ولا حد يتناقضني. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ يعني تنمر عليا وينتقدوني في قلب الفيديو. انا بعرفكم يومي ماشي ازاي. يعني انا لو هعمل فول بتغذية بصوره، فانا يعني معناتها للناس ما بتعرفش تعمل، لا انتوا والله زي الفل وعلى راسي. بس يعني انا بوريكم دي يومياتي، حتى في القناه في اليوميات ام ودي اليوم يعني يومي ماشي ازاي. طبعا هنا عملنا شويه عصير، مرضتش اطول عليكم المقطع. غسلنا الجوافه وشلنا البذر اللي فيها وضربناه في الخلاط، وهنا كان الاكل جاهز اهو يا حبايب قلبي. تعالوا اتفضلوا معانا. بصوا الرز طلع بسمتي ولا لا؟ يلا بقى اللي وصل معانا لغايه هنا اهم حاجه تحطوا لي اللايك وكومنت حلو كده منكم، تشاهدوا الفيديو للاخر. وان ظهر لكم اعلان بالله عليكم ما حد يتخطى الاعلانات، لان الاعلانات دي هي مصدر ربح من القناه. بس حبايب قلبي وبشكر كل حد جديد دخل في القناه، بقول له انت شرفتني ونورتني، وجودك على راسي من فوق، ويا رب تكون قناتي محتواها بسيط وجميل ويعجبك. دي اهم حاجه والله العظيم عندي. بس بصوا بقى شكل الفراخ عامله ازاي، انا صورت لكم ان هي مستويه وطيبه وجميله. يلا بقى يا حبايب قلبي اشوفكم في الفيديو القادم مع الف سلامه.